حسب التقارير الأخيرة، يسعى الهلال إلى التعاقد مع المدير الفني الإسباني لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا المقالي بعد نهاية كأس العالم، من أجل التعاقد معه خلفا للأرجنتيني رامون دياز بعد نهاية الموسم الحالي. لويس إنريكي هو هدف أيضا لإدارة النصر التي أقالت مدربها الفرنسي رودي غارسي قبل أسابيع، بعد التأخر في جدول ترتيب دور روشن. وما زال الهلال يتمسك بحلم التأهل إلى كأس العالم للأندية 2023 في المملكة العربية السعودية، حيث يسعى الزعيم للفوز بلقب دوري روشن لكرة القدم من أجل الوصول للمونديال.